ده سليمان من أكبر الموظفين عندي في المجموعة. خليته يسيب شغله وأشغاله ويتفرغ للهانم بتاعتك هي وأختها. وانا بشكرك بالنيابه عنها يا فندم. أنت ما تشكرنيش، هي اللي لازم تشكرني، لأن هي اللي وعدتني وأنا بحترم كلمتها لأنها راجل. وكلمتك وموافقتك ودخولك عند البيت أنا واثق فيهم لأن واثق في نفسي. أنا عمري ما اديت كلمة لحد ورجعت فيها، ولا حد يقدر يرجع في كلمة اداها لي. بس انا برجع في كلامي معاك يا رسلان باشا. وماله؟ مع السلامة يا حضرة الضابط. وفلوس ابويا هوزعهم باسمك رحمة ونور. هرفع عليك قضيه واحلفك اليمين الحاسمه. هقول إن أنا صادق، بس مش صادق شهدي. مش عارف مصلحته. صادق، لا عايزه ايه دي كمان؟ نعم. سيب عربيتك وتعالى معايا، عايزاك في موضوع ضروري. مفيش اي مواضيع ممكن تكون ما بيني وما بينك. نعم. انت مقبوض عليك، تعالى معايا بهدوء وبلاش شوشره. اتفضل اتفضل يا صادق. فكك بقى من التكشيره دي وخلينا قاعدين ريلاكس. ولا مش عايز. بقول لك انت هتوصليني العربيه. لا والله، بابا فعلا كان عنده حق. انت كل اللي